بك يا رب، ليخترق نورك البهي قلوب البشر، فيزيل عنهم كل حزن وكآبة، كل شر ومكروه، فيعيش الجميع بأمانك وسلامك وفرحك منك نطلب. استجبنا يا رب وارحمنا. في عيد تجليك يا رب نتذكر جميع ما أصابنا قبل 11 عاما، ونطلب أن تؤهلنا لنسلمه بين يديك، وكلنا ثقة وإيمان أنك سوف تجلي كل شيء لغيرنا وسعادتنا منك نطلب. في عيد تجليك يا رب نتذكر ونصلي من أجل جميع شهدائنا المسيحيين، وخاصة ميلاد وديفيد وإنعام وشهداء بلدنا، ونصلي من أجل جميع مفقودين المسيحيين، وخاصة مفقودين بلدتنا برديدة ومفقودين بلدنا، ونصلي أيضا من أجل المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المستعصية، ونصلي من أجل المهجرين قسرا وكل المضطهدين، ونذكر أهلنا وأقاربنا في البلدان المجاورة وفي بلدان الاغتراب، ولأجل كل من يسعى لحمل نور تجليك إلى العالم أجمع منك نطلب. استجبنا يا رب وارحمنا. نصلي مع بعضنا البعض صلاة النهاية. أحلنا أيها المسيح الإله لنركض بفرح وحضور مع الأنبياء الإلهيين ومع الرسل القديسين، لنعيد عيد تجليك على جبل طابور بالسجود الدائم، ونصدق ونؤمن بأنك واحد من الثالوث الأقدس، ونسبحك وأباك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد، ونهتف ثلاثا قائلين: كوريه ليسون، كوريه ليسون، كوريه ليسون. اسمحوا لي بكلمة بسيطة في هذا العيد المبارك وفي هذه الذكرى. هذه المسيرة من داخل الكنيسة إلى خارج الكنيسة، وإن كانت مسيرة قصيرة ولكن لها رمزية كبيرة. أول شيء نتذكر في مثل هذا الوقت كانت مسيرتنا مسيرة أطول، بحيث خرجنا من بلدتنا بغداد، خرجنا من بيوتنا، خرجنا من هذا المكان الذي ولدنا فيه ونشأنا فيه وترعرعنا فيه إلى المجهول، ولم نكن يمكن نؤمن أو نتيقن أو نعرف بأننا سنعود مرة أخرى إلى هذا المكان أو لا نعود. أكيد بالنسبة لي طوال فترة التهجير دائما كنت أقول بأننا سنعود ونعمر ونبني ونكمل حياتنا في أرضنا، ولم أشك يوما واحدا بأنه هذا الشيء لا يحصل، وإنما كنت متيقن أننا سنعود إلى أرضنا ونعيش حياتنا المسيحية وحياتنا الإنسانية على هذه الأرض التي هي أرض آبائنا وأجدادنا. اليوم مسيرتنا أقصر، نحمل الشمع، وهذا الشمع كل واحد هو علامة الأمل، هو علامة الرجاء، وهذا النور الذي نحمله نريد أن نوصل رسالة
بأننا نحن المسيحيين في هذا البلد نحن النور ونحن الملح ونحن رسل سلام ومحبة في هذا البلد الذي هو بلدنا العراق منذ فترات طويلة جدا. منذ القرن الثاني المسيحية موجودة في هذا البلد العراق، فنحن كل تربة هذا البلد مروية بدم الشهداء، والذي جعلنا نثبت حتى هذا اليوم في هذه الأرض وفي كل الأرض في العراق هو دم الشهداء. دائما الشهداء هم من يجعلون الكنيسة قوية ومن يجعلون المسيحيين أقوى، لأنه الشهادة من أجل الإيمان المسيحي هي فخر وهي شرف وهي مجد. فأخواتي وإخوتي الأحباء، نريد أن نواصل بهذه الهمة ونريد أن نواصل بهذا الزخم. صحيح مرت 11 سنة على الذكرى المؤلمة، ولكنها كانت ذكرى أكيد حملت معاناة ووجع وألم كثير بالنسبة لنا، وعشنا غربة ومنفى وسبي 3 سنوات وأكثر. ولكن اليوم مثل ما قلت في القداس، هذا اليوم هو يوم شكر. نشكر الرب لأنه كان معنا في شدتنا وفي ضيقنا وفي سبينا ونفينا وجلائنا، وهو اليوم معنا أيضا. وفي كل لحظة من حياتنا يجب أن نتذكر بأنه الله هو معنا ولا يتركنا. وهذا اليوم الذي ارتبط بذاكرتنا وكأنه ذكرى مؤلمة، أيضا هو ذكرى مفرحة في نفس الوقت، لأنه بهذا اليوم نحن مثل ما قال المزمر: نجونا منهم ولو كانوا أمسكوا بنا لما كنا ننجو من أسنانهم، من فخهم. نشكر الرب لأنه هذا اليوم يوم التجلي، عيد التجلي، هو يوم الخلاص وهو يوم الحياة، وهو يوم نجدد ثقتنا بالله، نجدد ثقتنا بالرب المخلص الذي هو أكبر وأعظم من كل شر ومن كل سلاح ومن كل قوة. ومن لديه الرب يجب أن لا يخاف، يجب أن يبقى مؤمن حتى ولو تطلب أن يعطي دمه من أجل إيمانه المسيحي. الإيمان دائما يعطي الشجاعة للمؤمن وينفي عنه الخوف، وهذا هو ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس وما يعلمنا إياه كل تعليم الكنيسة عبر أكثر من 2000 سنة. فأخواتي وإخوتي، هذه الوقفة هي وقفة محبة ووقفة سلام من أناس لا يريدون إلا السلام لبلدهم ولكل الناس الذين يعيشون معهم في هذا البلد. نحن لا ننسى رسل محبة ورسل سلام في كل مكان نكون فيه. هذه شهادتنا وهذا هو إيماننا، ونطلب من الجميع أن يحترموا خصوصيتنا وأن يعززوا هذا الوجود المسيحي بصورة خاصة في البلد كله،
ولكن يعزز هذا الوجود المسيحي خاصة في هذه المناطق، في بغداد وفي بلدات سهل نينوى أخواتها المحيطة بها، لكيما يبقى المجتمع متعدد ويبقى المجتمع فسيفساء، وهذا غنى وثراء للجميع. بركة الرب تشملكم جميعا، باسم الآب آمين، والابن آمين، والروح القدس إلى أبد الآبدين آمين. يا ربي احفظ كنيستك واجمع شملها المؤمن. يا ربي احفظ كنيستك واجمع شملها المؤمن. رجعي إليها سريعا أولادها الشاردين. رجعي إليها سريعا أولادها الشاردين. كون قطيعا وحيدا وراعيا وحيدا. كون قطيعا وحيدا وراعيا وحيدا كي يسود الاتحاد والسلام سرمدا. كي يسود الاتحاد والسلام سرمدا. إن هذه رغبتك يا يسوع رب الأنام. إن هذه رغبتك يا يسوع رب الأنام. فأنجزها في عصرنا كي نعيش بسلام. فأنجزها في عصرنا كي نعيش بسلام. شكرا جزيلا. بهذا التاريخ اشتا ميرخد دآب قامي خد سرشن بلطوالا من داذي ماثا ديك إلى ماثة بغداد لاب كيفن أكيد بسبب عصابات داعش ثيوة الهي إلوى الهلاذي ماثا، لكن أخني بلطلان مقاميمة ديالي الآذي ماثا وإثوالا ضمسيرة حيل ربثيا ويرختيا وحيل هلدم طيلا حيل منان الإقليم كردستان بشمال العراق وإثناشي حتى مبربس بخندك واثا اجو مباثر خدي سرشن أخني وذلا غذا مسيرة وطأنا نبقى وحشمئة طأنا دغدي كمغ بهرة وهذا بهرة أهو بهرة دمشيحة حتى دمغ بأنه أخني ناشي مشيحاي مهمنا باذا أثرة باذي ماثا أخني يخناشي دشلامة أخني يخناشي درخموثة وأخني كجبلا كلها ناشي دك عيشخ منها باذا أثرة باذي ماثا بكلها مثواثة ديدا عند عيشي بصخوثة وبشلامة مغذاذة لا بايش لا حروب لا تبايش عنف وإنما دمحفظخ لغذاذة باذا بلد فباذا إذا أخني هو الوالان طلاثا سهذة تري يال زورة وغذاء جوا نقثة مقدمها خيها وحيلة إثولها أنها دور أن آني ناشد ماثا تبلطي
من داذي ماثا ودلنا بلي بداثة داني ناشي كبور ديكيوا دغدي كمخ داعش شكرخ ألاها أكيد ديكيخ أخني آخا باذي ما ثتن أنهزلها كلها لكن فايت لا قوته ولا سلاح دته وإنما بشلن أخني ديرا لأنه ألاها منا نياوه ولكم عايفلن ولا لحظة حتى بلحظات ديك يخوك عيشخ أخني بقوه يماثى لا بسيمة وأوقانا ألاها منا نياوه ولكم عايفلن وكشكرخ ألاها حيلة لأنه دائما منني له كان بدأرتن كان ببناية بيثواثا وعمارة بيثواثا وماثتا وإيتاثا وأمرديدا فأكيد أخني رسالتان باذي ماثا باذا أثرة آهلة عند عيشخ بشلامة وبصخوثة ومحبة مكلها ناشي وآذلة مشي حيتوثة حقيقية ألاها أكيد كيولن حيلة بركات ديدح ودائما ما قدم أخلي شكرا دا ألاها الآن بركات ديدح أخني كاوخ يعني دغدك مخ حيلة خسساء شد يلبخ أن تاوخ كرماء دغدكي بابا دكي بشم مارني شو عمشيحة أنهنا كرماء حيلة